وليد ركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي يحسم في لائحة الأسود التي ستمثل المغرب ضمن تصفيات كأس العالم. أعلن الناخب الوطني المغربي وليد ركراكي صبيحة اليوم الثلاثاء عن قائمة الأسود التي استدعاها لمواجهتي منتخب زامبيا والكونغو المرتقبتين يومي 7 و11 من يونيو القادم برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026. هذا وشهدت لائحة وليد ركراكي عودة كل من القائد غانم سايس الذي غاب عن آخر مقابلتين وديتين للمنتخب الوطني إلى جانب حضور كل من أمير ريتشارلسون وأمين عدلي، مع تسجيل منادات لأول مرة على أسامة ترغالين لاعب فريق مارسيليا الفرنسي، فيما اقتصر حضور ممثل الدوري الاحترافي المحلي على حارس الجيش الملكي المهدي بن عبيد. وفي ذات السياق ضمت لائحة ركراكي 27 لاعبا وهم كالآتي في حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، الكجوي، بالإضافة إلى المهدي بن عبيد. أما بخصوص خط الميدان فاستدعى وليد ركراكي كل من المتألق أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، ومحمد الشيبي لاعب بيراميدز، وعبد الكبير عبقار لاعب ألافيس الإسباني، نايف أكرد لاعب ويست هام الإنجليزي، أشرف داري لاعب رويال شارلور والبلجيكي، وغانم سايس لاعب الشباب السعودي، بالإضافة إلى شادي رياض لاعب بيتيس الإسباني، ويحيى عطية الله لاعب سوشي الروسي، ونصير المزراوي لاعب باير ميونخ. بالإضافة وبخصوص وسط الميدان فقد استدعى وليد الركراكي كل من المتألق مؤخرا رفقة المان يونايتد سفيان أمرابط، بالإضافة إلى أسامة العزوزي لاعب إفسي بولونيا الإيطالي، وبلال الخنوس لاعب جينيك البلجيكي المتوج أخيرا كأحسن لاعب موهبة صاعد بالدوري البلجيكي، بالإضافة إلى المتألق الآخر إبراهيم دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى إسماعيل السيباري لاعب بي اس في اندوفن الهولندي، وأسامة ترغالين لاعب لوهافر الفرنسي، وأمير ريتشارلسون لاعب ستاد ريمس الفرنسي، بالإضافة إلى إنيستا المغرب عز الدين أوناحي لاعب مارسيليا الفرنسي. بينما في خط الهجوم استدعى وليد ركراكي كل من حكيم زياش لاعب غالاطاي سراي، بالإضافة إلى إلياس أخوماش فياريال الإسباني، وأيوب الكعبي أولمبياكوس اليوناني، بالإضافة إلى يوسف النصيري لاعب إشبيلية الإسباني، وسفيان رحيمي لاعب العين الإماراتي، بالإضافة إلى أمين عدلي لاعب باير ليفركوزن الألماني، وإلياس بن صغير لاعب موناكو الفرنسي. ويشار إلى أن المنتخب الوطني المغربي سيواجه نظيره الزامبي يوم 7 يونيو المقبل بالملعب الكبير بأكادير، على أن يواجه منتخب الكونغو يوم 11 يونيو 2024 بملعب الشهداء بمدينة كينشازا الكونغولية.